بسبب سيطرتهم على منف والجبانة المنفية بكل ما فيها، خلى عند المصريين خوف وغضب شديد. يا ترى هم مين؟ بعد الملك أمنمحات الثالث بدأت مصر تدخل في منحنى يرجعها للفوضى تاني خلال الأسرة ال 12 وأواخر ال 13. بدأ يدخل بعض القبائل كتجار، يعني احنا داخلين عادي نبيع. وساعتها محدش جه في باله إن دي هيعملوا أي خطر. دول التجار جايين يبيعوا، يعني احنا جايين ناكل عيش يا بيه. تجار زي تجار مصر مركز تجاري قوي عادي. بس للأسف بعد فترة بعض المصادر بتقول إن النيل حصل زي جفاف بسيط فعمل طبعا ما فيش زراعة زي ما قلنا قبل كده، فإيه ما الاقتصاد وقع. ودلوقتي هنروح لدكتور محمد خميس عشان ناخد لمحة عن الأسرة 13. شايفينه؟ بشوش الراجل، بشوش الراجل حبوه كده. ده واحد من الاسره ال 13، ودي كانت خلاص بدايه ان الدوله تفك تاني ما تبقاش في احسن احوالها. وده اسمه سوبك ام صائف، يعني المعبود سوبك في ابنه، كان هو معبود متجسد فيه، يعني كان متجسد فيه، بس هو مش في احسن الاحوال. يعني ده الدوله في نهايه الدوله الوسطى. وقبل ما نسيب الأسرة 13 والدولة الوسطى، هنروح نعرف أكتر عن أحد أهم الشخصيات في فترة الدولة الوسطى. احنا قلنا ان احنا هنشوف مع بعض المهرطقين اللي كانوا بيربوا دقونهم. وده مسحتي، ده زعيم ده زعيم اسيوط في الدولة الوسطى، وكانت يعني حاجة تقيلة، وكان راجل تقيل جدا وعمل كذا حاجة غريبة. هنشوف حاجات تانية هناك. مع عصا الواص، شايفينها فوق دي عصا شديدة الأهمية، دي عصا إلهية، يعني المعبودات بتمسكها. هو جايبها لنفسه عادي، أنا عامل لنفسي عصا واص عادي، أنا ما يفرقش معايا الكلام ده. وعمل لنفسه القناع الجنائزي بتاعه بدقن صريحة. ده شيء غريب جدا. بس الدولة الوسطى هي الفترة بتاعة الحتة الانتقالية في كل حاجة. في حاجات كتيرة بتتجرب جديد، فانت بتبص تلاقي ان نصوص الاهرام اللي كانت موجوده للملوك ظهرت في الفتره الانتقاليه نصوص التوابيت. انت مش هتعمل لك لنفسك انت كملك وانت تخلد، وانا ما خلدش كبني ادم. لا، اعمل لي في التابوت بتاعي، اكتب لي النصوص بتاعتي في التابوت بتاعي، انا ماليش دعوه. فتظهر تطورات تانية بتقرب المعبودات من الناس اكتر، بتظهر قواعد تانية بتكسر القواعد القديمه. في الدوله القديمه كانت الموضه هو الشنب باللغه الفرنساوي. بعدين في الدوله الوسطى بقى بعض الناس ربت دقنها زي ما احنا شايفين، ولا فارق معانا، مش رايحين المعبد، احنا احرار. في الدوله الحديثه بقى الموضوع صارم جدا، لازم ما يبقاش في شعر وش على الاطلاق. ليه؟ لان الدوله الحديثه هي الفتره اللي طلعت فيها الجيوش من مصر علشان تحارب الناس بره. فلو انا ما حطيتش قواعد صارمه على المستوى الفني وانا بنقش على الحيطه، مش هنعرف نفرق ما بين المصري وغير المصري. فمهم انا عندي ان انا افرق، لان انا بحارب دلوقتي بره، مش زي الاول. احنا كنا طول الوقت الدوله دفاعيه، احنا مرضيين بحدودنا، وطالما الناس مش جايه ناحيتنا زي الفل. لما جم الهكسوس عندنا وعضونا جوه، من بعدها وقالك لا، انا نطلع نحارب بره بقى، نخوفهم نهت الناس بره. فابتدت بقى يبقى في حروب كتير وتصويرات كتير لحروب مع ناس تانية من من العراق، من ليبيا، من الشام، فلازم يعمل كود لكل واحد. فبقى المصري صعب جدا، مش صعب، مستحيل يتعمل ليه ديبكشن، يتعمل له اي نوع من انواع التجسيد وهو بدقن او بشعر على الاطلاق. ساعتها استغلت القبائل ضعف ملوك الأسرة 13 ويحتلوا الدلتا،
والقبائل دول أطلق عليهم المصري القديم حكا خاسود اللي هم الهكسوس. الهكسوس بيأسسوا لنفسهم عاصمة في الشرقية بيسموها أواريس، وبيبدأ عصر الاضمحلال الثاني. وبيبتدي عصر ظلام جديد وانقسام من تاني. حكم الشمال الأسرة ال14 وال15 من الهكسوس، والجنوب الأسرة 16 وال17 من العائلة الملكة. وكمان كوش اللي كانت ضمن مصر لما بتعرف بتستقل، ومصر بتخسر أهم مصدر للذهب ليها. وفي الجنوب كان الوضع هادئ نسبيا، بس في الشمال كان الوضع مختلف بسبب سيطرة الهكسوس على منف والجبانة المنفية بكل ما فيها من أهرامات دهشور وهرم زوسر المدرج ومعبد بتاح وأهرامات الجيزة. كل ده خلى عند المصريين خوف وغضب شديد من الهكسوس، وفضل الحال كما هو حتى تولي الملك سكننرع في الجنوب. وكان متزوج أحد أقوى الملكات ساعتها حتب، وكان عنده ولدين، الولد الكبير كامس والولد الصغير أحمس. وفي يوم من الأيام أرسل ملك الهكسوس إبيبي إلى الملك سكننرع خطاب بيقول فيه إن أصوات أفراس النهر في طيبة بتزعج منامي في الشمال، وعليك إيجاد طريقة لإسكات أفراس النهر. الخطاب بيغضب سكننرع جدا، وبيجهز الجيش وبيعلن الحرب ضد الهكسوس، وبيسيب وراه الملكة حتب وأولاده الصغيرين. بعد أيام الحرب بيموت سكننرع، وكان سبب خسارة الحرب إن الهكسوس متطورين أكتر من المصريين، كان عندهم عجلات حربية كتيرة والرماح أسرع من المصريين. وسنة 1881 تم اكتشاف مومياء الملك العظيم سكننرع في خبيئة الدير البحري جنب مومياء ابنه أحمس وبنته أحمس نفرتاري. مومياء سكننرع بتبين عدة جروح وطعنات في مختلف الأماكن، وده دليل إنه تمثل بجثته من الهكسوس. وعلى سيرة المومياوات هنروح تاني للدكتور محمد خميس عشان نعرف أكتر عن أهم قاعدة في التحنيط. كل حاجة كانت بتتعمل للملوك كانت بتتعمل لكل الناس، لأن القاعدة دايما قاعدة دينية على الكل. الناس بتسكن في بيوت طين، الملك كمان بيسكن في قصر طين، بس هو قصر هم بيض، لكن في الآخر القاعدة ثابتة. أنت بتتحنط على قد فلوسك، يعني قد فلوسك هنظبطك، هنعمل لك المقبرة أفضل حاجة، هنحنطك أحلى تحنيط، هتاخد وضعك، تقعد 70 يوم ولا 40 يوم ولا تاخد لك كام يوم وتعدي كده وخلاص كده يعني. ايه شوفي في ناس بتقول ده ما كانش حصل، يعني شوفي الموضوع كان قائم على فكرة قد فلوسك ده، اللي عنده فلوس هياخد، اللي عنده فلوس فتبقى لو واحد من العامة وصل ان هو يبقى معاه فلوس هو هيعمل بس القضية لان ما كانش بيبقى معاهم فلوس ان هم يعملوا بس في نقطة حضرتك ذكرت حاجتين انا مش عايزة اوفقهم مع بعض. قول. انه مش هيبعث الا لو اتحمل، وبالتالي الفقراء مش هيبعثوا. لا لحظة انا قلت نقطة مهمة جدا، بس قلت برضو ان الملك هيبعث مع شعبه. لما يبعث الملك يبعث مع شعبه، يبقى دي قاعدة مهمة جدا. طب ولازم مش لازم يحنطوا بقى النبلاء ولا حاجة؟ خلاص يبعث مع الملك من اول الدولة الوسطى ابتدت التحنيط يبقى للناس المهمة طول الوقت اللي معاه فلوس يتحنطوا كضمانة اكتر يعني. لكن الملك الموجود ده كان في الدولة القديمة بالذات، الدولة القديمة والدولة العتيقة، الملك اللي يبعث معاه كل الشعب. القديمة غير العتيقة؟ العتيقة هي الأولى والثانية، إنما القديمة اللي هي عصر بناء الأهرام من ثالثة للسادسة. على قد فلوسك بقى. لما ممكن واحد يبقى كاربها وما مش هتحمل عشان الناس براحته ما تحاسبش. هو لا هو هيتحاسب. انت قصدك ايه يعني يخلص دلوقتي وخلاص خلص يعني. ما اعلم جايز يكون حد فكر زيي. انا هخربها مش عايز لا عايز اخلص فاضي. دي موائد قرابين لناس معهاش فلوس كتير، فبيتعمل لها الموائد بتاعت القرابين من ماتيريال تكون اقل زي الفخار، ويترسم عليها يتعمل عليها التماثيل الى حد ما للقرابين اللي ممكن تكون هتتقدم على امل ان هي تتغير بعد كده بالطقوس السحريه اللي مكتوبه. فهي مش في احسن احوالها، لكن استفدنا منها نقط مهمه جدا. البيوت القاء اللي موجوده،
بيوت القاعة ديت معمولة للناس مش في أحسن أحوالهم، فمعمولة من الفخار. لكن شفنا منها شكل البيوت بتاعت المسلمين، لأنه عمل البيت بنفس الستايل بتاع البيت بتاعه اللي كان بيعيش فيه في الدنيا عشان القاعة تقعد فيه. فتشوف تلاقي البيت أبو السلم اللي طالع للدور الثاني، البيت اللي فيه دورين موجودين، كل بيت منهم بشكل مختلف عن الثاني بس بيعبر عن بيوت المصريين. بعد موت الملك سكتن رع، ربت الملكة أياح حتب أولادها على الانتقام من الهكسوس. وفعلا بعد ما كبر كاموس اشتغل على تطوير الجيش، جعل الأقواس أكتر مرونة، وصنع العجلات حربية بأعداد مهولة. وخلال الاستعدادات قبض الجنود على رسول من أواريس متجه إلى كوش. كان معاه رسالة، الرسالة بتقول: تعال شمالا، لا تقلق من كاموس، فهو مشغول بوجودي في الدلتا، فنحتل أنا وأنت ما تبقى من مصر، ونقسم المدن بيني وبينك، وكوش سوف تزدهر من جديد. بعد قراءة كاموس للرسالة تحرك فورا بالجيش لحماية مصر، وفعلا بيفاجئ الهكسوس وبينتصر عليهم في أول مدينة، والانتصار بيشجعه إنه يكمل واحدة ورا واحدة. بدأ جيش الهكسوس ينسحب شمالا، بس للأسف بيحارب الهكسوس كاموس قريب من عاصمتهم أواريس، وبيموت كاموس، ومصر بتخسر بطل تاني من أبطالها. بعد موت كاموس بيتولى أحمس، تحكم معاه إياح حتب. وبعد 10 سنين من الاستعدادات والتجهيزات للحرب بيتحرك أحمس هو وأمه إياح حتب على رأس الجيش لمحاربة الهكسوس في أواريس للمرة الثالثة. بس المرة دي إذا انهزموا هتكون النهاية. وأخيرا بينتصر أحمس على الهكسوس، وبيقدر إنه يطردهم من مصر إلى الأبد. وبعد انتصاره عليهم بيرجع بسرعة إلى أقصى الجنوب لاسترجاع كوش. وفعلا أحمس بيسترجع كوش وبتتوحد مصر أخيرا بعد 150 سنة من الانقسام، وبترجع منف لقوتها كمركز إداري وديني، وكمان بقت مركز عسكري مهم لتمركز الجيش. وعين أحمس فيها مسؤولين كبار بعضهم من النخبة العسكرية اللي خدمت في حرب الهكسوس. وكمان أحمس مش بينسى دور أمه إياح حتب، واداها قلادة الشجاعة الحربية، قلادة الدبانات الثلاثة، وهي الوحيدة اللي خدت القلادة دي. وبعد توحيد مصر وانهاء عصر الاضمحلال الثاني بيبدأ أحمس عصر جديد في تاريخ مصر، إذا ما كانش أهمهم عصر الدولة الحديثة، وبيأسس الأسرة ال18. أحمس حط حجر أساس أعظم عصر في تاريخ مصر، عصر حتشبسوت وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث وتوت عنخ آمون وأخناتون. ملك أحمس بيروح أبيدوس جنب أجداده الملوك الأسرة الأولى، وبيبني آخر هرم في تاريخ مصر، لأن الملوك من بعده هيغيروا شكل المقابر إلى شكل جديد. استنوا الحلقة الجاية.